تريكا، ألا تعتقد بأن التجربة العميقة لمعظم لاعبي المنتخب المغربي في الكرة الأوروبية ربما جعلت الركراكي أكثر جرأة على تغيير أسلوب اللعب في نصف نهائي كأس عالم؟ ممكن. المدرب الكبير يا محمد هو مدرب كبير، لا ينظر كثيرا إلى المنافس، لا ينظر كثيرا إلى المنافس. هو النهارده بص للمنافس 90% وبص لنفسه 10%. بص للمنافس 90% وبص لنفسه 10%. ميزه ان النظام اللعب اللي كان بيلعب بيه المنتخب المغربي يا محمد انه بيحد من خطوره المنافس وفي نفس الوقت بيستغل قوته. يعني انت تتفق مع كاكا في خطوره خساره الهويه في هذه المباراه. وحاجه تانية، الثلاثه بتوع وسط الملعب كانوا مميزين قوي، كان مرابط وأناحي واملاح. انت شلت املاح، فالاثنين بتوع نص الملعب هيبقوا على 3، تشاوميني، فوفانا، جريزمان. في زياده عدديه لوسط فرنسا. فدور زياش وبوفال هل هيخشوا كده ولا هيفضلوا كده؟ ما هي تعليمات للمدرب. وانا ما احبش الفرق الكبيره. انت بقيت فريق كبيره يا وليد، هو اللي يغير عشانك مش انت اللي تغير عشانه. مع احترامي لكل المنافسين، انت وصلتنا ان احنا بنثق فيك وما زلنا نثق فيك. ان انا ما بحبش التغيير، انا ما بحبش تغيير نظام اللعب.